اخوان هذا طير غريب خالص ويا طيور، فما ادري مخلف كبير ما ادري، طبعا هاي كلها مخالف. اخوان جاي تشوفوه هذا غريب، هذا طلع مخلف. هذا الفراخ طيرناهم قبل شوية. اخوان شايفين هذا المخلف اللي البارحة كان خالط ويا طيور، لا بتسجل 2023. هنا عندنا هذا الحوسة لازم اخر طير يدخل لللفت، ومن يشوف انثى بعدها هي يتفلحن. جاي تشوفوه اخوان، هذا شكله راح يدخل، بس اذا ما اتذكر هذاك طار يم شو اسمه الفتحة. هذا الشكل من البحر ما ماكل. شوف 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 شوف. اخوان هو هذا المخلف اللي كان حاط، مخلف 2023 هولندي. يشوفون الجناح، هذا الذيل، يشوفون الظهر، يشوفون العيون، وهذا رقم الطير 417 NL. شوف الكاميرا ما جاي يطلع واضح، تشوفون. ان شاء الله اتواصل مع صاحبه اليوم واشوف هو شو من ساكن صاحبه، حتى اذا هاي يجي يستلمه او طعم الطير خليه يستريح واطلق صراحة. وتوفيق للجميع. اخوان اتصلت على صاحب الطير، يبعد عني تقريبا 10 كيلومتر هيجي 15، فان شاء الله بعد شوية راح يجي يستلمه. قال خطية مضيع 10 فراخ، من قسمته انه انا مسكته قريب، ان شاء الله يرجع له. مرحبا اخوان، شلونكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم اليوم بفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اخوان قبل شوي يمكن مطلع للمخالف وهسه دخلتهم، بس بقى واحد برا ما ادري وين يروح. هذا دائما اول شي يطير ويا الجروب يرجع معاهم، بعدين ساعة هيك شي يشوفه يختفي. فهسه هذول اللي جاي يطيرهم، والمخالف بيكون مجموعة الواحد. فانتظر ان شاء الله، بس اعطل حتى بلكي اشوف احد يساعدني، وان شاء الله حتى افلش هذا وابني ذاك الثاني، ونجيب خشب همين ارتبه، وان شاء الله باكر ان شاء الله راح اجيب مجموعة من المخالف، حتى ان شاء الله نجلد مجموعة قوية، ندخل بسباقات مجموعة قوية حتى نتونس ان شاء الله. وهذا الطير الحمد لله اخوان هسه تعافى بالكامل، تقريبا ذيله شبه كمل. فان شاء الله السباق الجاي راح اسابق ان شاء الله ب3، وان شاء الله طيرين ممتازين. والسباق اخوان اللي فات حققت مركز 62، يعني احنا عندنا 68 وجوه 68 66 67 66، والمراكز اللي جوه كلها تاخذ عليها جوائز. هذا طير غريب اخوان مثل ما تشوفون. فيعني انا حاليا ان شاء الله بنهاية الموسم جاي اجمع هاي النقاط. الطير الحمد لله لحد الان هو محقق مركزين لو 3، فبنهاية الموسم ان شاء الله ناخذ عليه جائزة. مثل ما تشوفون طير غريب حاط ويا طيور، فبلكي تكون المسك الثاني ان شاء الله، حتى نصور لكم نتواصل مع صاحبه بلكي يجي يستلمه. اخوان الرجال اللي اجى واستلم الطير جاء كلش حباب، الطير ضيع 10. قال المخالف ما طير عندي، قال من طارت تقريبا الدنيا ظلمه، قال فرح، قال نازله طيره بلجيكيه غريبه معاهم والله ما ادري. فقالوا طاروا، قال هالطيره بعدها ماكو طيره، الطيور اختفت. قال رجعوا 3 وانا رجعت لتك.
فهسه مضيع تقريبا 6. هاي مشكلة المخالف هون. اكو مخالف ما تطير من الطير بعد انتهى. الحمد لله على كل حال. يلا هاك ونس. طاروا معاهم طير الغريب، بس ما يروح طير غريب ما دام تلاقيه جوعان، لو ما جوعان ما يحط بسرعة هيجي. اخوان الغريب اللي كان معه طيور قبل شوية راح، ما ادري شلون طيور حط وياهم مخلف ازرق 2023. ان شاء الله اذا نزل نتواصل همينه مع صاحبه. طبعا الرجال تواصلت وياه وجاء رجال كلش حباب اخوان، واستفاديت هواية من عنده بهواي شغلات. كان عنده تواصل قبل 20 سنة و25 سنة مع هواة أبطال بلجيكيين، فمن هذول اللي بيعاك الطير بأسعار خيالية. يلا هاك تونس. طاروا بس هو ما طار، هسه عم يطير وياهم. شوفوا اخوان هذا الطير، هذا الأول قلت لكم نزل. شوفوا ايش قدر كان جاي يشرب ماي. هسه اقدر امسكه يجي بس لا خطية ما اريد انغصن. طبعا ابوي كان دا يسقي الحديقة وراح حطه هنا، يعني ضربنا هذا الشارع هون على الشارع ونزل. سبحان الله. اخوان هاي شكلها طيرة 2023، خليتها تشرب ماي لما شبعت. شفتها هاي هي ارتخت، قلت خلها مسكة خلي تاكل تشبع ان شاء الله. طيرة بلجيكية طلعت واطلق صراحة ان شاء الله، بس مو هسه بعد كم يوم. بس هذا الطير الغريب الثاني هم نزل راح احطه وياها. جاهزة. هذا الاول هذا الثاني. هذا شوية عيدة نمط السباقات. جميل. اخوان هاي الطيارة البلجيكية مثل ما تشوفون، الجناح هذا الذيل، حتى توصلكم الصورة شلون الحمام البلجيكي والهولندي وبيا حمام يسابقون. طبعا الطيارة 2023 بي مثل ما تشوفون الرقم كلش مميز 2022 121. شي جميل. هاي العيون تشوفون طيارة كلش هلكانة، شكلها طاير كثير، بس خلي ترتاح ان شاء الله ونطلع صراحة، والتوفيق للجميع. اخوان هاي نتائج السباق الاخير، 196 طير، حققت مركز 62، سلمت بس طيرين. هنا العم وولتر ما قصر، مركز اول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع 13 17 و17 بعد 18 23 و24 و37، وها هي كلها سجلها ما خلى شي. فان شاء الله راح نقتني حمام ان شاء الله من العم وولتر يا اخوان. قلت لكم ما راح اجيب اي طير، فراح احاول اقتني بس من حمام حقق نتائج. اخوان هاي شهايد الفراخ اللي جبتها من العم تونن، يشوفون نتائج جميلة، وان شاء الله عن طريق هاي النتائج نطور من نفسنا يا اخوان. واحد شوي شوية ويطور نفسه ان شاء الله، توفيق من رب العالمين. يشوفون ان شاء الله كل هاي الطيور ان شاء الله راح تدخل بالسباق ان شاء الله. اخوان هذا شكله حبه هذا، بس هو ما يدري ان انا راح اصدمه بعد كم يوم اطلق صراحة. هنا تكون خيانة الهاوي مع الحمام مالته. هاي ان شاء الله خلي ترتاح وان شاء الله نطلق صراحة. فاخوان وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى الفيديو عجبكم، وان شاء الله انتظرونا فيديوهات جديدة ومواضيع جديدة، واللي ما مشترك بالقناة خليه يشترك، وتحياتي لجميع الابطال.